أهلا بكم من جديد. المنتخب الفرنسي مشاهدينا ينهي هذه المباراة منتصرا بهدفين نظيفين على حساب نظيره المغربي، ويحجز مكانه في نصف النهائي، يواصل رحلته بثبات نحو اللقب. قدم مباراة كان فيها هو الطرف الأفضل، مباراة فرض فيها شخصيته منذ البداية، كان الأكثر استحواذا، الأكثر هجوميا، والأكثر صناعة للفرص قبل أن يترجم تفوقه بهدفين حمل توقيع كيليان مبابي ثم عثمان ديمبélé. في المقابل يتوقف مشوار المنتخب المغربي عند الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليا أمام فرنسا، لكن هذه المرة لم ينجح في تقديم الأداء الذي اعتدناه منه خلال هذه البطولة. اكتفى بتسديدة واحدة فقط على المرمى، لم تشكل أي خطورة ولم يجد الحلول لا في التحولات السريعة ولا في الاستحواذ يخرج من البطولة بعدما اصطدم بالمنتخب الفرنسي كان الأفضل في كل تفاصيل اللقاء. الرايات الفرنسية مشاهدينا في ملعب بوسطن ترفرح، سعيد الجماهير بهذا الفوز والتأهل. ورحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورت، وأبدأ معك روبير. انتصار مستحق، نبارك لك هذا الفوز الأفضل، فاز هذه كرة القدم. شكرا جزيلا. نعم أظن بأن الفريق الأفضل هو الذي فاز. عندما نحلل كامل المباراة، المنتخب الفرنسي كان قويا جدا، سيطر على هذه المباراة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. ما كان مطلوبا تحدثنا عنه بين الشوطين: الصبر، دراسة الخصم، جعل الخصم يركض كثيرا خلف الكرة كي يرهق، ومع المهارة المتوفرة في خط الهجوم لفرنسا اليوم مبابي وعثمان في بعض الأحيان يكون ديزيري دوي أو أوليزي الذي يصنع الفارق. لذا الأسماء موجودة، ومرة أخرى عندما ننظر إلى سيناريو هذه المباراة لا نقاش. ياسين بونو كان جيدا جدا بصراحة، وهذا يعني بأن كان يمكن أن يكون عدد الأهداف أكثر لفرنسا. كانت مباراة جيدة لمنتخب فرنسا، تصرفوا فيها بشكل جيد، سيطرة تامة على المباراة. تمت المهمة إذن بربع النهائي، الآن نصف النهائي. فرحة الجماهير الفرنسية في المدرجات، كلمات متبادلة بين اللاعبين، بين الزملاء في الفريق الواحد كما تابعنا قبل قليل ديمبélé وأشرف حكيمي. كابتن ربيع، لم يقدم المنتخب المغربي ما يشفع له طيلة هذه المباراة في الشوط الأول والثاني، وهذا كان واضح أكيد بأنه اللاعب الذي ممكن كان جيد في هذه المباراة وحال على أنها تكون النتيجة لا تكون عريضة إن صح التعبير هو اللاعب بونو. غير ذلك جميع اللاعبين على المستوى الفردي، على المستوى الفني والبدني خاصة، لم يكونوا في ممكن لم يقدموا الأداء المفروض قدموه في المباريات الماضية أمام منافس قوي على جميع المستويات، خاصة الرباعي الأمامي. نحن لا نتكلم عن لاعبين جيدين، لكن نتكلم عن لاعبين مبدعين. سأعود إليك للحديث عن تفاصيل هذه المباراة، لكن الآن مشاهدينا دعونا نتحول إلى بوسطن ستاديوم وفرحة المنتخب الفرنسي. كل الأنظار مصوبة نحو كيليان مبابي الذي سجل الهدف الأول في هذه المباراة ووصل إلى 20 هدفا في كأس العالم، ويتساوى بالتالي مع ليونيل ميسي ب20 هدفا لكل منهما. السعادة واضحة على المحيا بعد هذه المباراة، هذا الفوز وهذا التأهل الذي يجعل المنتخب الفرنسي يواصل المشوار ويؤكد مرة أخرى خصوصا في هذا الدور أنه الأكثر ترشيحا للذهاب بعيدا ومواصلة رحلة البحث عن لقب آخر. ما شاهدنا اليوم هو امتداد لما شاهدنا من المباريات الماضية. أكيد بأنه أكد مرة أخرى بأنه المرشح الأول أنا شخصيا للظفر بهذا اللقب، يعني على مستوى اللاعبين خاصة الرباعي الأمامي. تكلمنا يمكن على الصلابة الدفاعية، كذلك لاعبي وسط الميدان. ومنتخب فرنسا أصبح قوي أكثر من مشواره الأساسي، مع ما نكون أنا شخصيا أشاهده أقوى على مستوى وسط الميدان، لكن الرباعي الأمامي لما تتكلم على لاعبين ليسوا فقط جيدين على مستوى تسجيل الأهداف، على مستوى السرعات، كذلك جيدين على مستوى الإبداع. عملية الاستلام، عملية التمرير تكون بجودة عالية. أنت أمام فرنسا شخصيا. تفضل. تابعنا جزءا من الفرحة الفرنسية والصورة من مدينة تولوز. الجماهير
سعيدة بهذا الفوز، سعيدة بأن يواصل منتخب بلادها التحكم والسيطرة في المباريات التي خاضها إلى حد الآن بالعلامة الكاملة. مشاهدينا لم يستطع أي منتخب إلى حد الآن الوقوف في طريق منتخب فرنسا. سنعود بطبيعة الحال لمزيد من التفاصيل والتحليل بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.